السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس بتجري، بتعدي عليك كأنك واقف في الزمن، وانت بتسأل نفسك: هو أنا ليه لسه مكاني؟ ليه مفيش حاجة اتحججت؟ طيب هو في حاجة غلط؟ بس خليني أقولك: النجاح مش سباق، وانت مش متأخر. انت بس بتمشي على مهلك علشان تمشي صح. السرعة ساعات بتكلفنا كتير، تجري فتجع، تختصر فتضيع الطريق، تجلد غيرك فتنسى انت مين. مش لازم توصل قبل الكل، بس لازم توصل سليم، سليم من جوه، وسليم في نيتك، وسليم في طريقك. الناس حواليك هتقولك: شد حيلك، ما ينفعش كده، بص فلان نجح ازاي. بس محدش منهم شايف قلبك، ولا عارف تعبك، ولا سامع دموعك. خد طريقك، حتى لو مختلف، حتى لو أطول، بس امشي فيه بصدق. كل حاجة في الدنيا بتاخد وقت: الزرعة، الطفل اللي بيكبر، الشمس وهي بتطلع. فازاي عايز تنجح بين يوم وليلة؟ النجاح الحقيقي بيجي ببطء بس بثبات، وكل خطوة صح بتجربك حتى لو مش باين. اوعى تقلل من خطواتك الصغيرة. كل عادة كويسة، كل صلاة بتصليها، كل معصية بتقاومها، كل مرة بتقوم بعد الوضوء، دي مش تفاهات، دي أساس النجاح اللي بجد. ممكن تختاري الطريق السريع، لكن هتدفع التمن: توتر وضغط وحزن وفقدان ذات. أو تمشي في طريقك حتى لو أبطأ، بس هيوصلك لنقطة اسمها: أنا مرتاح، أنا حديدي. أنت مش محتاج تشوف النهاية، أنت محتاج تشوف الخطوة الجاية بس. خطوة ورا خطوة هتوصل، بس امشي حتى لو الدنيا ضلمة. ربنا شايف، والنجاح مش للناس، النجاح ليك انت وبس. أوقات النجاح بيبدأ بلحظة رضا، لما تبص في المراية وتقول: أنا مش نسخة من حد، أنا ماشي بطريقتي، وببني حياتي خطوة بخطوة، وماشي صح. ربنا ما بيحسبش بعدد السنين ولا بسرعة الإنجاز، ربنا بيبص لقلبك ولإخلاصك ولنيتك. مفيش خطوة عملتها لله راحت، ومفيش دمعة نزلت إلا واحتسبت. فلو الطريق طويل، افتكر إنك ماشي مع ربنا. فاكر لما كنت صغير كنت بتحلم من غير حدود، مفيش خوف ولا مقارنة ولا ضغط. كبرنا ونسينا إننا اتخلقنا علشان نمشي براحتنا، مش نثبت حاجة لحد. ارجع لطفك اللي جواك وامشي زي ما هو كان بيحلم، يمكن تلاقي نفسك تاني. هيضحكوا عادي، هيتكلموا براحتهم، انت مش بتبني حاجة علشانهم، انت بتبني لنفسك. واللي بيجع ويقوم أقوى من اللي عمره ما حاول. كل وجع درس، وكل درس طريق. في الآخر مش مهم السرعة، ولا عدد الإنجازات، ولا عدد المتابعين، ولا كلام الناس. المهم إنك تمشي صح، بثبات، وبقلب سليم. وكل يوم تجرب من ربنا وتبقى إنسان نقي، ده أعظم إنجاز، والله أعلم.